السلام عليكم يا غوالي، يا رب تكونوا بألف خير. يلا نعمل شوكولاتة في البيت، شوكولاتة دارك، شوكولاتة بالحليب وبالمكسرات وسادة ومحسوبة السعرات، وإن شاء الله نعملها بكل سهولة. مرحلتين فقط هنخلص الشوكولاتة، وفي أقل من 5 دقايق بتكون جاهزة تاكلي منها على طول. يلا نشوف هنعملها ازاي. انا هشرح الطريقه وبعدين نكتب المقادير على بعضها عشان ما تلخبطوش مني. عندي هنا زبده جوز الهند او زبده كاكاو اللي اصلا بيصنعوا بيها الشوكولاته. زبده جوز هند او زيت جوز هند يعني هحطه على النار يسيح، وبعد كده هنزل بالكاكاو المنخول عليه وعليه معلقه فانيلا ورشه ملح، وهحط السكر على حسب الرغبه. وانا برضو هكتب لك المقادير المظبوطه اللي انا عملت بيها طلعت معايا بالظبط. ده كاكاو خام جدا يا جماعه، يعني زيرو سكر، ما فيهوش حاجه، حتى بيكون لونه غامق خالص. انا حسيته يعني مر شويه، هو طبعا بيكون مر، فانا حطيت له معلقه لبن بودر عشان بس يعني ايه ازود طعمه شويه يعني. ورشه الملح ما ننساهاش. هقلب كله في سخونه الزيت لما داب، يعني في السخونه بتاعته. وهحط في القوالب اللي عندي السيليكون. لو مفيش قوالب سيليكون، اي علبه بلاستيك عندك بتاعه مطبخ حطيها، بس خدي بالك انها تكون رقه رفيعه شويه، ما تكونش تخينه قوي. هحطها ومجرد ما بركنها في التلاجة دقيقه واحده بتكون مسكت خلاص، وبتاكلي منها خلاص. آه، سبت شويه في الاخر، حطيت عليهم شويه جوز هند، زي معلقه كده واحده جوز هند بالظبط على الكميه الصغيره دي. وهعمل كمان بيها قالب سيليكون زي اللي قدامي، بس بجوز الهند. كده عملنا شوكولاته دارك ساده وشوكولاته دارك بجوز الهند. طبعا لو متاح زبده كاكاو عندك تبقى حلوه جدا، اللي هي اصل الشوكولاته يعني. تعالى بقى نعمل بالحليب. نفس برضو الجوز الهند اللي عندي، زيت جوز الهند بحطه يسيح، وبحط عليه كاكاو، بس كاكاو مش زيرو سكر، يعني هو كاكاو خام لكن فيه سكر شوية، لونه بني. احط عليه معلقتين كبار لبن بودرة لان هو بالحليب. احط عليه فانيلا، واحط السكر على حسب الرغبة، وهقلب كله في بعضه، ورشة الملح ما ننساهاش لان هي اللي بتظهر الطعم. هقسمه كده جزئين. هاخد اول جزء احط عليه جوز هند، برضو ولادي بيحبوها بجوز الهند جدا. هحط عليه جوز هند، وكده عملنا شوكولاته بالحليب بجوز الهند. وهحطها في سيليكون، حطها في قالب سيليكون او اي حاجه عندك، يعني اي علبه عندك حطي فيها. هنزلها في القوالب اللي عندي، شكل بقى وردات، شكل قلوب، شكل اي شكل عندك بتحبيه. وهزها بس كده هزتين عشان ايه تكون مسطحه وناعمه. مجرد ما بخلص عمايل القالب بيكون التاني خلص في التلاجة. حلوة جدا وصحية وضامنينها، وطعمها حلو قوي، ومظبوطة، وسكرها مظبوط، وحلوة على صحة أولادنا، وما بتاخدش دقايق في عمايلها، وكمان تكلفة مش عالية. عايزة أقولك لو مش متاح عندك لا زيت جوز هند ولا زبدة جوز هند، ممكن تعملي بزيت نباتي عادي، بس بيبقى الطعم مش اللي هو تمام قوي. أخدت النص التاني، الجزء التاني، وحطيت عليه شوية سوداني مجروش. عندك بندق حطي، عندك لوز حطي، عندك كاجو حطي، اللي تحبيه من المكسرات والمتاح عندك حطيه. انا عندي علبه بلاستيك كانت القوالب خلصت، علبه بلاستيك عاديه جدا. حطيت فيها الشوكولاته اللي بالسوداني، وبهزها هزتين وخلاص. وكده خلصنا الكميه كلها، عملنا ما شاء الله كميه كبيره، ب 200 جرام شوكولاته، ب 200 جرام كاكاو. تعالوا بقى اقول لك على السعرات. الصغيره دي جميله جدا، هي مش طبعا مش حجمها صغير ولا حاجه، هي حلوه، بتقضي الغرض. 30 سعر حراري، لو كلت منها اتنين زي الفل. الكبيره دي بتكون 80 سعر حراري، اللي هي في شكل الورده اللي هو البينك ده. الكبيره التانية اللي في العلب البلاستيك دي بتكون 100 او 110 سعر حراري بالظبط، بالمكسرات اللي فيها كمان. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم وافدتكم، وقدرت اقول لكم على المعلومات اللي محتاجينها. وإن شاء الله تعملوا الوصفة وتعملوا لنا لايك وشير للفيديو لو انتوا استفدتوا منه. وإن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة.